معقول جهاز ورك ستيشن باتنين بروسيسور ورامات 64 جيجا وكارت فيجا بالسعر ده؟ انا اجيبه احسن من جهاز الجيمنج. ده ما كانش حد غلب. كان اي حد راح عند بيت اي حد وقال له بيتنا كلنا. لو فاكر ان اجهزة الورك ستيشن برامات 64 جيجا او 128 جيجا واتنين بروسيسور وكارت فيجا 6 او 8 او 10 او حتى 24 جيجا ويقدر يشغل لك الالعاب احسن من جهاز جيمنج او احسن من الجهاز اللي عندك، تبقى غلطان. لايك فولو وشير وانا هقول لك السبب، يلا بينا. السبب الأول والأساسي هو السي بي يو أو المعالج. ألعاب الكمبيوتر ذكية بس طماعة، بتحب السرعة الخام، يعني عايزة نواة واحدة أو 6 أنوية بالكتير، بس يكون ترددهم عالي جدا زي 4.5 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز زي ما بنشوف في المعالجات الحديثة. إنما معالجات الورك ستيشن العكس تماما، هي مش معمولة عشان تخلص مهمة واحدة وبسرعة، هي معمولة عشان تخلص 100 مهمة في نفس الوقت. فبتلاقي المعالج فيه 32 أو 64 نواة، بس المشكلة هنا إن تردد النواة هرتز 3.6 2.6 و2.8 جيجا هرتز. اللعبة هنا بتلاقي أنواع كتير بس هي مش هتستخدمها في حاجة، فالنتيجة إن أنت بتخسر إطارات كتير، وأداء البروسيسور اللي فيه نواة أو 6 نواة بس صراع هيبقى أفضل كتير في الأداء مع الألعاب. خلاصة إن أجهزة الورك ستيشن عاملة زي القطر، تقدر تشد 100 عربية وراها بس ما تقدرش تسابق عربية فارغة. لو أنت استفدت من الحلقة دي فولو لايك وشير. لو أنت كنت فاكر إن أجهزة الورك ستيشن تنفع للألعاب اكتب لنا رأيك في الكومنتات.